إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الآجل يقول ولهذا الإنسان إذا أراد التوحيد يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أرخى بسمعه إلى أئمة الباطل وأهل الدجل وأهل الضلال وأكلت أموال الناس بالباطل فهناك تضيع العقيدة وينهدم التوحيد ويخرب الإيمان وينحدر الإنسان أشد الانحدار. فهذه عظة وعبرة، وإني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، الذي من علينا بهذا الاجتماع وأكرمنا بهذا الكلام وبهذا السماع وهدانا لهذا المجلس في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم يأتي من يقول لا تحذرون الناس من الشرك، إن أهل التوحيد وإن في بلاد التوحيد وإن موحدين. الرسول يخاف على الصحابة، نحن نخاف على أنفسنا. أبو الأنبياء إبراهيم اللي هدمها يخاف على نفسه، ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو لنفسه جنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ ليرى أثر ما صنعوا وما صنعت في الناس من تزيين الشيطان لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرد إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. أمر سيحصل. لا تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين، وأخبر أنهم من أمته ويلحقون بالمشركين. دعاءه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعبادة الأصنام والأوثان موجودة، وإن لم يكن هنا صنم بحفره وتصنيمه إلا أن هناك أوثان. العالم الإسلامي اليوم فيه أكثر من 22,000 قبة وقبر ومقام استغاث ويستعاذ بها من دون الله. ما بين أمثال البدوي في السنة 3 مليون، إلى قبر الحسين، إلى قبر زينب، إلى قبر البرعي، إلى قبر دسوقي، إلى قبر ابن علوان، إلى قبر عبد القادر الجيلاني، إلى قبور استغاثوا بها تدعى من دون الله ويتلاعب بعقول الناس. خرافة عاد الناس إلى الوثنية. هذا اسمه عبد الحسين وهذا اسمه عبد الرسول وهذا اسمه عبد فلان وهذا عبد فلان. أين عبد الله؟ رجعت إلى عبادة الأوثان. الحسين في العراق قبر الحسين، في الشام قبر الحسين، في مصر قبر الحسين. الحسين كم واحد؟ أجيبوا كم الحسين حتى تعرفوا ما مدى استغلال الناس بعاطفة حب آل البيت وحب الصالحين وحب حتى جعلوا للحسين 3 قبور. الكل يقول هذا قبر الحسين، والصحيح لا يعلم جسد الحسين ورأسه دفن بجوار قبر أمه في البقيع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره منه. فلا تعجب عند من يقول للناس إذا أنا مت اجعلوا على قبري قبة ومزار، وينادون الناس حتى يطوفون به ويستغيثون به، يطوفون على قبور كما يطاف حول الكعبة. ليس هذا في التاريخ القديم بل المعاصر. ولا تعجبون، فرؤوس من رؤوس هؤلاء يمارسون هذا. دعوات كبرى اليوم مؤسسوها
كانوا يمارسون هذا النوع من الشرك. محمد الياس كان دهلوي، كان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي، وحسن البنا يذكر عن نفسه أنه كان يعكف عند قبر سنجر، هو عن نفسه بطريقته الحصافية. والياس جشتي سهروردي قادري نقشبندي، دعوات مؤسسوها بهذه العقائد، وهي كبرى الدعوات اليوم. كل دعوة لا تقوم على التوحيد هي خلاف منهاج النبوة. كيف لا نخاف من الشرك؟ بل نخاف من الشرك. والله ما عوديت هذه البلاد وعلماؤها إلا بسبب دعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك.